يا جماعة دايم نسمع عن الروح الرياضية، بس هالمرة أبوريكم وش معنى الروح الرياضية على حقيقتها. هذا البطل ناصر العطية والبطل سباستيان لوب، طبعا منافسين البعض. البطل سباستيان لوب متصدر على ناصر، يعني ناصر من صالحه اللوب يتعطل، لكن وقف وسحب لوب، وهذا هو الآن ما شاء الله تبارك الرحمن يسحب منافسه إلى منطقة الصيانة. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله لا تعليق، والله لا تعليق. الصراحة هنا الروح الرياضية فعليا، يعني بإمكانه يقول خله هو منافس لي، خله يخسر هنا وياخذ بلنتي، وأفوز أنا، أفوز بالرالي وأفوز بالنقاط وأبعد عنه في المنافسة، لكن وقف وساعده وما خلاه. والله كفو يا ابو شعيل، ولا يبغى يبتن عليك. والله صراحة شيء عجيب، يعني بعد المرحلة الاستعراضية لا هو في المرحلة ولا هو في المراحل الثانية، يعني في أول مرحلة في المرحلة الاستعراضية. فأتوقع، والعلم عند الله أنا ما أدري صراحة، لكن أتوقع أنها المشكلة اللي عنده بنزين، ما عبى بنزين، عباله 20 لتر 15 لتر حق المرحلة الاستعراضية عشان ينجن صح، وش اسمه، وكمل الحين على قولته